رجعنا لكم تاني والكورة في ملعبك، ومعانا مكالمة مهمة جدا مع واحد من نجوم مصر ومن نجوم النادي الأهلي ومدرب عام النادي الأهلي كابتن أحمد أيوب. كابتن أحمد أيوب، مساء الخير. مساء الخير يا مهيب، ازيك؟ اخبارك ايه؟ وحشني. ربنا يخليك انت كمان والله. ايه لوحدك النهارده ولا ايه؟ لا ده معانا هو بس خالد غندور كان دخل تقريبا معاه مكالمة. كان دخل ايه؟ اهو جاي يا اولاد ومعانا طبعا استاذ احمد جلال طبعا نقيدنا الرياضي الكبير. يا نهار ابيض، نجم مصر كابتن احمد ايوب، نجم مصر. انت دخلت ايه؟ تعالى الحمد لله على السلامه. دخلت ما بين الشوطين. بقول لك مبروك يا كابتن الفوز ومبروك التأهل. مباراة كنا بنتكلم فيها انا وكابتن خالد وكابتن احمد جلال على اهمية الفوز في الكاس، وطبعا وجود بعض العناصر اللي لعبت بشكل جيد جدا، منها باسم علي ومنها حسين سيد كان موجود قبل كده وصبري رحيل. يعني اعتقد فوز مهم جدا في وجود. لا استنى مش هعديها لك. يعني ايه حسين السيد كان موجود قبل كده؟ ما فهمتهاش. لا يعني حسين السيد هو سين بين الكابتن احمد ايوب. اسمها صبري رحيل حضرتك. لا صبري رحيل. لا ايش دخل موضوع حسين السيد؟ يا عم حسين السيد تعلق في المباراه اللي فاتت. ماشي. ركز يا مون شويه. لا انا عارف انا بقول ايه. انا بقول لك حسين السيد. ايوه انت طالما بقى يعني بتقولوا لي بقى كده حسين السيد مظلوم جدا وما ينفعش ان يعني هم ظلمه. يا اخي اسمعني بس اقول كده. تقطع في الجهاز يا اخي. ما ينفعش ان هو قعد كتير جدا احتياطي ونزل بيأدي. ينفع يا حبيبي. علي معلول موجود. استنى يا عم، علي معلول موجود يا حبيبي. اتكلم انت مش متكلم. حسين السيد عامل يعني ماتش رائع جدا، وصبري رحيل عمل ماتش رائع جدا. أيوة. في وجود علي معلول ده فصلوا لي في وجود ايمن اشرف عروستي. خليك كابتن احمد ايوب يتكلم. اتفضل يا كابتن احمد. هو ايه السؤال؟ مش عارف. بقول لك مبروك امبارح وعايز اقول بس ابتدي كده. باسم علي حرككم ولا باسم علي متعور ولا باسم علي هتسيبوه؟ خلينا بس نقول بقى، نبدا واحده كده. نقول يعني طبعا يعني مبروك نادي الاهلي امبارح الحمد لله. يمكن مرحله جديده هي كاس مصر. الفتره اللي فاتت يعني كان عندنا يعني ضغط. دوري وافريقيا وسفر، واحنا ما كناش عارفين يعني. عايز واحد من كتر ما بيسافر وبيجي يلعب ماتشات يعني كان كله داخل في بعضه. فالحمد لله يعني امبارح كانت مرحله جديده في كاس مصر. كان يهمني جدا نكسب. يمكن كان عندنا ضغوط كبيره الفتره الاخيره. امبارح في مجموعه من اللعيبه كانت لازم تريح وريحت. اللعيبه شاركت بقالها كتير ما شاركتش، ظهرت بمستوى كويس. بتاخد الغرض من المباراه انك بتكسب وتريح لعيبتك وبتجهز لعيبه ثانيه. كل ان اللعيب مثلا بقاله فتره ما بيشاركش وبيشارك، الناس تترجمه انه بيحرج الجهاز او بيحرج المدير الفني. يعني مش عاوزين نفكر فيها كده. ليه؟ لان انا عندي فرقه 30 لعيب، وانا بيهمني جدا مصلحه الفرقه ومصلحه النادي وجاهزيه اللعيب. في متغيرات بتقابل المدير الفني لازم يتعامل معاها. في وقت لازم يثبت فرقته، في وقت اللعيب لازم يساعده انه يكون موجود ويكون موجود بشكل كويس، عشان لما يبقى في ظروف انه ياخد ويظهر بشكل كويس. ساعات اللعيب بيبقى يتعرض لاصابه يبعد فتره طويله، ساعات اللعيب بيبعد نفسه بنفسه، بيتمرنش كويس، بيبقى ما عندوش صبر انه يفضل مجهز نفسه عشان تجيله الفرصه. اللعيب اللي في مكانه بيكمل بشكل كويس. كل الحاجات دي متغيرات المدير الفني. لا انت عارف يا كابتن احمد، بالعربي كده احنا لعيبه كوره في النهايه. في لعيب كده ممكن يعني ظروف ما تخدموش فيمشي من فرقه، وفي لعيب يعني انا هقول لك حاجه مثلا ممكن كتير قوي ناس في الشارع مثلا من شهرين يقول لك صالح جمعه وباسم علي بره مثلا، خلاص ما بيلعبوش وبقى لهم سنه ونص وبتاع. دلوقتي لما تيجي تقول صالح جمعه بتقول لازم يروح المنتخب ويلعب اساسي. باسم علي قبل ماتش امبارح بنسبه كبيره كل الناس حتى الاهلاويه اللي ماشيين في الشارع يقول لك ده من ضمن الناس اللي هترحل. بعد امبارح ممكن الناس تبتدي تتكلم تقول لا والله باسم كويس، باسم مش وحش، باسم في الحته دي، باسم يعني انت فهمت قصدي. متغيرات بتحصل اثناء بس احنا قلنا يا كابتن خالد، انت دلوقتي بتقول ايه؟ الناس بتقول يعني الناس اللي بعيده عن معايشه اللعيبه دي وبعيده عن تقييم اللعيبه بشكل كبير، هي اللي ممكن تقول كده نظرا ان هم مش شايف اللعيب قدامه. هو عشان اللعيب ما بيلعبش بصفه مستمره، اللعيب متعرض لاصابه، ولكن الجهاز اللي قريب من اللعيبه اللي مقيم اللعيبه هو عارف قدرات اللعيبه بشكل كويس. انا هقول لك حاجه بالنسبه لباسم، هو باسم مش بدا الدوري واتصاب صح
اول ماتش مع الاسماعيلي لسه قايل لك مباراه في الدوري، اول مباراه في الدوري بدا. ده معنى ايه؟ ان في قناعه. ده قايل لك لسه انت لما بدات الدوري بدات باسم، يعني في قناعه والله لسه كويس، ولكن الراجل اتعرض في اول مباراه في الدوري لاصابه. تمام. واصابه عطلته بشكل كبير. فتحي هاني لعب ومش بشكل كويس، وكلنا انت نسيت لما هاني لعب ومش بشكل كويس، وبدا الناس تتكلم ده جاي له عقد احتراف وجاي له، كان فتحي في التوقيت ده بيلعب في وسط الملعب. ما خفتوش امبارح ان انتوا تريحوا لعيبه كبيره زي احمد فتحي وحجازي وسعد واكتر من لاعب مهم يعني في الفرقه، وجوليو اجاييه مش مساعد ما خدتش اللعيبه. وادي دجله كان بيلعب بحرب، كان بيلعب. لا انا اسف، اجاييه كان في انت مضطر يا كابتن خالد يا ابو حميد يا مهيب، انت في وقت من الاوقات مضطر تريح اللعيبه حفاظا عليهم. انت خلي بالك الفتره الاخيره كان هلاك للعيبه، انت يعني منتخب وسفر في افريقيا ودوري عام بقول لك ايه، ده انت قاعد على الدكه وتعبت. ده انا تعبان اصلا. ده حقيقه. انا بقول لك حاجه ضحكك، انا في ماتش من الماتشات كنا في اوضه اللبس، مش عارف كنا راجعين من بعد سفريه مش عارف المغرب ولا كنت كاميروني او زامبيا، وسافرنا في نفس اليوم اسكندريه عشان الماتش ثاني يوم. ايوه. الدكتور مش عارف ايه بكلمه كده باخد رايه، قال لي والنبي ما تسالنيش النهارده ايه، الايام كلها زي بعض. يعني خلاص. فاهم، انت جاي من زامبيا مسافر نفس اليوم، كنتوا راجعين من زامبيا على اسكندريه عشان ماتش المصري. احنا سافرنا في نفس اليوم يا كابتن خالد اسكندريه. يا نهار ابيض، يعني والله السفر ده سافرنا في نفس اليوم. وبعدين انت لعبت في اسكندريه ماتش ورجعت يوم ورجعت تاني. بس انتوا ساعتها اديتوا، يعني في لعيبه ما سافرتش اديتوا راحه للعيبه الاساسيين وانتوا اللي سافرتوا. ما انا بقول لك انت في وقت من الاوقات مضطر تريح لعيبه حفاظا عليهم، يعني حفاظا عليهم. انت عندك انت عندك معترك لسه داخل فيه، عندك بطوله عربيه وعندك هتكمل كاس مصر وعندك استعداد لافريقيا تاني وداخل في بدايه دوري عام. طيب. مش عارف اللعيبه دي كابتن احمد، البطوله العربيه خلاص تمام. احنا داخلين على الابواب، فاضل 10 ايام تقريبا او اقل كمان. هتلعبوا بنفس المجموعه ولا في مجموعه هتريح؟ اعتقد بنسبه كبيره في ناس لازم تريح، يعني اعتقد بنسبه كبيره في ناس لازم تريح. يعني فين 5 ل 6 مثلا لعيبه؟ يعني ممكن يعني حفاظا عليهم وحفاظا على مش هيلعبوا في البطوله العربيه خالص؟ يعني لسه ما يعني بيلعبوا خالص او بيلعبوا اجزاء دي لسه ما لا، لكن انا بقول لك بنسبه كبيره في ناس لازم تريح طبعا. ده الاكيد يعني، ده الاكيد ان في بتاع 5 6 لعيبه هتريح. طب بالنسبه لماتش الترجي شايفه ازاي بقى؟ فرقه الترجي السنه دي غير فرقه الترجي من 2 3 كانوا بيعملوا احلال وتجديد ومعاهم مدرب قدير اسمه فوزي البنزرتي، غير طبعا انتوا عندكم فرقه كويسه ومحترمه وعندك جهاز فني وعندك لعيبه عندها خبرات، فشايف الماتش ازاي خصوصا الماتش الاولاني على ارضك؟ عندنا لا خلينا يعني ايه، مش عاوزين ننط النطه الكبيره دي الاول. يعني طبعا فريق الترجي فريق كبير وعنده طفره السنه دي في مستواه وعنده لعيبه مميزه وعامل اداء كبير، ولكن من هنا لمباراه الترجي لسه في شهرين، في متغيرات كتيره وكبيره ممكن تقابلنا وتقابل فريق الترجي سواء في التدعيمات او على مستوى الاداء الفني، لان انت لسه عندك يعني لسه في مشوار شهرين ما تعرفش ايه اللي ممكن يتم فيهم. ولكن طبعا كل احترام والتقدير لفريق الترجي، فرقه كبيره وعامله نتائج مميزه، طلع اول مجموعتها وهتلعب المباراه الاولى عندك في القاهره، فطبعا حسابات كبيره وحسابات معقده، ولكن بطوله كبيره وتظل كبيره لازم نكمل فيها ان شاء الله للنهايه. ولكن قبل كده خلينا نفكر في المرحله اللي قبل كده، عندك مباراه اهلي زمالك، عندك بطوله عربيه، عندك تكمله كاس مصر، كل دي استعدادات بتؤهلك لسه للمحطه بتاعت الترجي ان شاء الله. طيب كابتن احمد، ليا سؤالين عند حضرتك. السؤال الاولاني، الناس كلها في جماهير النادي الاهلي عايزه تعرف مين اللعيبه اللي جت ومين اللعيبه اللي هتمشي ومين اللعيبه. مش هينفع يقول دلوقتي طبعا. لا مش يقول يعني طبعا هو وليد ازارو يعتبر خلاص خلص في وايمن اشرف في النادي الاهلي، هشام محمد. لا انا عايز هو اللي يقول يعني قول يا كابتن. ما انا بقول لك يا مهيب، يعني كون ان في لعيبه بتمشي ولاعيبه بتيجي، ما كل سنه بيحصل طبيعي. تمام، ولكن انت في توقيت معين تقدر تقول وتوقيت معين ما تقدرش تقول. طب ايه الحاجات اللي في حاجات خلاص خلصت؟ يعني انا اقول لك يعني يكون ان حد هيمشي صعب جدا، لسه ما قعدناش ولسه ما. طب ايه اللي هيجي؟ اللائحه، ولكن اللي هيجي ما فيش اجتهاداته، يعني هشام موضوع يعني وليد ازارو خلص، هشام محمد في مفاوضات لسه ما وصلتش النهايه، اسلام محارب لسه يعني خلاص الناس دي شبه خلاص بتخلص في النادي يعني. طيب ايمن اشرف جه وايمن اشرف برضه يعني. ايمن اشرف يا كابتن بقى في شرط واضح جدا. ايمن اشرف عنده عرض من السعوديه، وفي ظل وجود صبري رحيل وحسين السيد وعلي معلول صعب جدا يجي.
ما انا بقول لك في حاجات بتبقى في مفاوضات وفي حسابات لسه لم تحسم. لكن علي يا كابتن احمد اتباع ولا يعني ممكن يتباع؟ في تفكير يعني؟ اعتقد لا طبعا. خلاص يعني طيب. ده في جنجال يعني. فرنسي ولا في النصر السعودي؟ طيب احنا قلنا علي معلول امبارح، انا كنت مع كابتن خالد قلت علي معلول قاعد في النادي الاهلي واحمد حجازي قاعد في النادي الاهلي، ومحدش قال ان هم ماشيين من الاهلي. لا يعني عندهم عروض، انا ما قلتش ان هم ماشيين، انا قلت عندهم عروض، وكان في كلام كبير جدا على علي معلول ان هو هيروح يا اما اعاره يا اما بيع. عندهم عروض، ولكن احنا يعني هم ناس محترفه ولسه احمد فتحي برضه مع النادي الاهلي، عقدهم ساري مع النادي الاهلي وهم لعيبه كبيره والنادي الاهلي محتاجهم فموجودين مع النادي الاهلي طبعا. خلاص يعني خصوصا كمان انتم مكملين في افريقيا وعندكم ماتشات تقيله ان شاء الله. ازيك بقى يا كابتن احمد، عامل ايه؟ انت فين يا ابو حميد ما بتسالش يعني؟ لا ما انا هسال اهو. طب اولا قبل ما تسالوا بس معلش حاجه صغيره، قلب الدفاع هتجيبوا حد ولا هتستكفوا باللعيبه اللي عندكم؟ قلب الدفاع لا موجود عندنا الاربع لعيبه موجود عندنا. هو كان في كلام على دويدار وعلى دويدار محمود علاء خلاص، لكن ما انا بقول لك يا مهيد احنا ممكن اول السنه نبقى عايزين حد ودلوقتي مش عايزين. لا يعني ساعتها كابتن خالد يا كابتن احمد يا مهيد، ساعات اول السنه الاسئله بتبقى كتيره في الموضوع ده، واحنا نقول ايه؟ نقول يا جماعه خلال الموسم بيبقى فيه متغيرات كتير، انا لازم اتعامل معاها كمدرب. انا ما اقدرش اقول مثلا في بدايه الموسم انا عاوز راس حرب، انا عاوز سيرد باك، انا عاوز باك رايت. وارد خلال الموسم يبقى عندي متغيرات كتيره تعكس رايي، من اصابات، من زياده مستوى، من مستوى بيقل، فاهم قصدي؟ فنهايه الموسم هي اللي بتحسم كل شيء. طب ايه رايك؟ يعني شوف يعني حجازي قدم مستوى مميز، سعد قدم مستوى مميز، رامي بعد الاصابه ورجع، ونجيب كان متميز برضه طبعا. نجيب يا جماعه من اللعيبه ما بيتكلمش، راجل بيلعب بس، مش مساله ما بيتكلمش، بيبقى بعيد وقت ما بيلعب بتلاقيه راجل مميز. بالظبط. طب ايه رايك في ضربتين الجزاء؟ عشان في جدل هنا. مهيب راجل خد موقف محايد، قال لك واحده فيها كلام واحده ضربه جزاء. كابتن خالد قال ان الاثنين مش ضربتين جزاء. لا ما قالش كده بصراحه. لا ما قالش كده. قال واحده ضربه جزاء والثانيه مش ضربه جزاء. الاولانيه مش ضربه جزاء والثانيه ضربه جزاء. انا شايف ان الاثنين ضربه جزاء، فما اعرفش. انا هجاوب باختصار. الفتره من اسبوعين كده في الدوري كان في حكم فيديو، وامبارح كان في حكم فيديو، وكانوا بياخدوا رايه بعد كل ضربه على فكره يعني. لا حكم الفيديو ده اهلاوي على فكره، كابتن خالد بيقول كده. يعني انت هسال سؤال، يعني انت منتظر كابتن احمد ايوب مثلا يقول لك الاثنين مش ضربه جزاء؟ قال لك حكم الفيديو اهو. لا ما اقصدش يا خالد، يعني انت عارف بعد ضربه الجزاء كابتن ابراهيم نور الدين كان بيقف يستنى لحظه ياخد القرار بعد ما حكم الفيديو كان بيشاور. هو بيني وبينك امبارح ضربه الجزاء الاولى ما اتذاعتش غير من زاويه واحده، فعشان كده ما طب اقول لك حاجه، الجون بتاع مؤمن انا ما شفتوش والله الكره. الحكم الرابع، الحكم الفيديو قال لي يعني قبل ما فريق وادي دجله يصفر قال له استنى اما يتاكد من العدد. اصل متعب كان فيه شوط اصابه، بس متعب ما كانش متداخل. لا انا بقول لك الجون بتاع مؤمن الثالث. ايوه بقول لك متعب كان لا جون مؤمن مفيش حاجه. لا ايوه لا انا بقول لك يعني ان حكم الفيديو امبارح كان موجود، حتى الجون ده ابراهيم نور الدين يعني استنوا لحد ما حكم الفيديو اداله قال له اوكي تمام. كابتن فيديو قال تصريحات امبارح كانت يعني قاسيه شويه وشديده، بس مالهاش دعوه بالاهلي. مش الاهلي، قال ان احنا بنلعب في دوره رمضانيه، وان احنا ما كناش عارفين الميعاد، والفجاه الميعاد اتحدد بتاع الماتش. انت عرفت الميعاد بتاع الماتش ده امتى يا كابتن؟ ماتش دجله. انا عن نفسي عارفه من فتره طويله يعني. فتره طويله اللي هي قد ايه يعني؟ اسبوع يعني؟ لا لا اكتر من كده، بس مش قادر احدد بالظبط، بس انا في استعداداتي وفرقتي مستعدين للمباراه من فتره يعني. يعني عارفين ان عندنا في التوقيت ده مباراه في الكاس. تمام. طيب كابتن ايوب، ماتش الزمالك شايفينه ازاي؟ يعني ماتش الزمالك هل هيبقى فرصه ان انتوا تكملوا تجربه بعض اللاعبين، هتريحوا بعض اللعيبه ولا هتلعبوا بقى بالفول تيم لاهميه المباراه والقمه والكلام دوت؟ وانا عارف ان كابتن حسام البدري بيهتم قوي بالمباراه دي. لا مش كابتن حسام بدري بس، يعني كابتن حسام طبعا مدير فني ولاعيبه وجهاز وجماهير، ويعني خليني اقول لك طبعا مش هقدر اقول لك هنريح او مش هنريح، ولكن هقول لك باختصار ان دي بطوله خاصه بين ناديين كبار بينتظرها كل الناس، سواء الاجهزه الفنيه او اللعيبه او الجماهير، بغض النظر بقى عن البطولات الرسميه اللي انت بتلعب فيها، سواء الدوري او الكاس. دي بطوله خاصه دايما بين الناس، حتى بين الجماهير. بس انت فاكر يا كابتن احمد اما الزمالك اخر مره كسب فيها الاهلي في الدوري كان الاهلي حسم الدوري، وكان مانويل جوزيه رايح 10 لعيبه. وهو نفسه رايح، كابتن حسام نفسه موجود في الجهاز.
هو نفسه رايح يعني ما نقولش نفسه رايح الماتش. بالظبط. وارد مش هيتعاملوا مع الماتش ده كده. يعني كل وقت الكلام ده من 10 سياسة سنين ولا حاجه يعني. صح يعني يعني في متغيرات كتير بتقابلك يعني انا بقول لك دي بطوله خاصه لازم يعني جماهير النادي الاهلي وجماهير نادي الزمالك مستنيين مباراه زي كده، واكيد الاجهزه الفنيه برضو احنا محتاجين نقدم مباراه كويسه، محتاجين ننهي الدوري ان شاء الله بدون هزيمه وباداء مميز. وده برضو عملت احصائيات السنه دي مميزه. يعني انت لو نهيت الدوري بدون هزيمه دي برضو حاجه كبيره يعني. طبعا وفي نفس الوقت انا بقول لك انت عاوز تسعد جماهيرك، انت جماهير النادي الاهلي صحيح. وكمان الزمالك يعني برضو يعني عنده يعني خسر الدوري، خرج من بطوله افريقيا، عنده مباراه كبيره برضه عاوز يرجع ثقته في نفسه من خلال مباراه زي كده، فاكيد المباراه مش هتبقى سهله. كابتن كاتبين النهارده في اليوم السابع مصطفى سيناريو عوده مصطفى فتحي للاهلي، كاتبين كده ان هو يعني ان الجهاز الفني بيفكر بقوه في ان هم عايزين مصطفى فتحي، وكابتن حسام بدري نفسه قال لك اللعيب اللي انا نفسي فيه في الزمالك مصطفى فتحي. ايوه على فكره المستشار مرتضى منصور رحب يعني عادي، قال ما فيش مشكله مصطفى فتحي يروح النادي الاهلي بس يدفع الفلوس اللي محطوطه في العقد. وانا موافق. يدفعوا 4 مليون دولار. 4 مليون ايه ده 10 مليون. لا والله 10 مليون حاطين بند ان هو لو انتقل للنادي الاهلي 10 مليون. فانا بصراحه 10 مليون دولار ولا 10 مليون دولار؟ ازاي يعني البند اللي مش فاهم؟ انا هو كده بند، هو فهمني. طب هم حافظين. طب خلاص بس سيبك من القصه. انا عايز اسال، احنا بنسال كابتن احمد. اتفضل يا كابتن احمد. يعني هو في بند في العقد بيقول ال10 يعني مش عارف. في بند كده. لا اكيد انتوا مصطفى عارفين الباقي يعني، اكيد هو قال لكم على البند. طيب لا تعليق. طيب طب يا كابتن انت لازم قبل ما نقفل نقول الموقف الجميل اللي الناس كلها بتتكلم عليه بعد الماتش ده، موقف حسام غالي وعماد متعب وقبلهم مؤمن زكريا والناس اللي يعني فكره ان انت لازم تدي الكوره لحد معين يجيب الجون عشان يعني يسترد ثقته. انا كده هعيط والله. لا والله الموقف اثر فيها هعيط قوي والله. ده حقيقه والله. اتفضل يا كابتن احمد. لا يعني طبعا لان في الموقف الوقت اللي احنا شفنا الموقف ده لقينا علاء عبد الغني بيطلع ويقول ان هو اتضرب بالبوكس من رئيس نادي الزمالك. كابتن احمد بالموضوع ده لا انا بقى بتكلم ده الفرق يعني. كابتن احمد على السؤال الاولاني ده الفرق يعني انا مش عاوزكم تتخانقوا يا جماعه واحده لا قول يا كابتن اتفضل. يا ايوب ده الدم الصحفي اللي هو لازم يخليك تعمل اي حاجه ما فيش. انت مالك مالك انت؟ اتفضل يا كابتن. حقكم عليا. اتفضل يا كابتن. لا طبعا ده يعني طبعا بدون يعني مش هنخش في مقارنات يعني خلينا برافو عليك. برافو عليك. خلينا في بيتنا يعني بيتنا بتاعنا احنا ونتكلم فيه. موقف يعني بيعكس حاجات كتير جدا 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 سواء فنيه او معنويه. وقيمه اللعيبه الكبيره في النادي الاهلي وقيمه لعيب كبير بحجم عماد متعب وقد ايه حب الناس ليه، مش الجماهير بس اللي بتحبه لما بينزل الناس بتشجعه، لا وكمان زمايله في الملعب قد ايه يعني نفسهم هو كمان يقدم حاجه كويسه ودايما يبقى كويس ودايما يهدف. لما تيجي كوره زي كده ومؤمن يقدر يحط هدف يديها لحسام، حسام يقدر يحط هدف يديها على متعب عشان يجيب جون، دي بتعكس مدى يعني حب اولا اللعيبه لعماد متعب. وهدت الاجواء شويه مع حسام غالي لان كان كلام كتير قوي طبعا على حسام غالي وان هو وحسام غالي وخروجه عن النص والخناقه اللي حصلت بعد ماتش النصر. انت نفسك ليه؟ ما انت كنت لسه هنا وفي هنا. بس ايه ده حبيبي الله. طب اتفضل يا جدعان. كابتن احمد هو اللي مع التليفون. اتفضل يا كابتن احمد اتفضل. ايه علاقه ده بالجون بس؟ لا انا اقصد انها بتعكس ان الدنيا هديت. الامور هاديه بقى. حسام كان موجود في الملعب، كان بيشارك وكان لاعب اساسي في المباراه، بمعنى كده ان خلاص يعني موضوع انتهى يعني. موقف حصل تاخد فيه قرار انتهى، قفلنا عليه الباب خلاص. كابتن حسام البدري النهارده مع الزميل محمد شبانه الصبح قال ان حسام غالي وعماد متعب مكملين السنه الجايه خلاص، وفكره ان كابتن حسام بدري او الجهاز الفني طلب برحيل حسام غالي بعد نهايه الموسم غلط. ما حصلش يعني مفيش الكلام. ما حصلش طبعا. ما حصلش. بص يا كابتن ايوب لو سمحت، كرة القدم ملهاش اي يعني ملهاش اي معايير. ملهاش اي معايير. 2 يتنرفزوا 2 يتعصبوا، دي كورة بتخليك متنشن. لا بس مدرب مع لاعب. لا مدرب مع لاعب لا. انا بكلم ان بيحصل
بيحصل ما نقارنش، ما نقولش بيحصل في النادي الاهلي وما بيحصلش في الزمالك، بيحصل في الزمالك ما بيحصلش في الاهلي، بيحصل في كل حته، بيحصل في كل حته في العالم، بيحصل في كل مكان نتيجه الضغوط الكبيره اللي انت بتتعرض ليها، سواء لاعب، ولكن دايما في خطوط الناس بتتعامل بيها، لعيب ولا مدرب. ما تقارنش بقى انديه بانديه، لا ما تقارنش، ولكن وتحط كل حاجه في حجمها وكل خطا في حجمه، فاهم يعني؟ ما ينفعش يبقى خطا صغير تكبره قوي 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 قوي، ما ينفعش يبقى خطا كبير قوي. لا ده انت عشان لا هنتكلم على الموضوع ده بعدين. كابتن احمد في النهايه بكلمك بجد مبروك، يعني مبروك، يعني مشوار من النجاح هذا الموسم، دوري بتقسموا قبليها ب3 4 اسابيع، بافريقيا قابلتكم مطبات مهمه كنت ممكن تخرجوا زي بيدفيتس مثلا، واستطعتوا ان انتم تحققوا تعادل خارج زي مين يا كابتن؟ بيدفيتس اللي هو عرض عمرو جمال. عمرو جمال مكمل صح يا كابتن؟ ان شاء الله ان شاء الله. لا انا بس هقول لك حاجه يعني، برافو عليك خالد والله بجد، لسبب احنا طول الموسم في مشكله عندنا، ان يعني ان دايما التقييم بعد كل مباراه. يعني طبعا انت قلت حاجه كويسه قوي، يعني ايه، برافو عليكم خلال المشوار، هو فعلا مشوار صعب، والتقييم دايما بيجي بعد مشوار عندك بتحقق فيه اهداف. ما ينفعش بعد كل مباراه اطلع اقيم لعيب او اطلع اقيم مثلا جهاز فني. ليه؟ لان في متغيرات في كل ماتش، ممكن يبقى في متغيرات عندي، ممكن لعيب مش في حالته، عندي اصابه، ولكن انا خلال مشواري بحقق ايه، خلال مشواري بعمل ايه. هات احصائيات النادي الاهلي السنه دي، هات مشاركاته في البطولات كلها، في المواقف الصعبه اللي النادي الاهلي تعرض ليها كان موجود وبشكل كويس. انت قلت ماتشات، انا اقول لك حاجه، انت نسيت ماتش زناكو ده، كان من الماتشات الصعبه جدا جدا جدا. هناك انت لو اتغلبت خرجت، لو اتغلبت خارج البطوله بالظبط، انت عامل ماتش كبير هناك. انا بقول لك انت لو اتغلبت انت في لحظه كنت ممكن تكون خارج البطوله، مش يعني مش لسه عندك امل. لا خلاص، دي من المحطات الصعبه اللي الحمد لله في كل المحطات الصعبه انت بس انتوا ما حسستوناش بيها، يعني ما حسستوناش بيها، لان الاهلي كان مسيطر على الماتش وكان هو الاقرب للفوز، بل بالعكس كان كله حزين ازاي الاهلي ما فازش على في الماتش زناكو. ايوه، ما انا ممكن يكون الناس ما حسوش بكده، ولكن انا من جوايا حاسس، واللعيبه حاسه، ولكن لو الاحساس ده لو وصل لكل الناس وبدات الناس تتكلم، كان ممكن يبقى في توتر كبير جدا خلال المباراه. لو في الميديا او في كل الناس. كابتن احمد اسالك سؤال برضو عمل اللغط قبل ما ننهي، تصريحات كابتن وائل جمعه على فرص جونيور اجاييه اللي ضاعت، بتزعلكم كجهاز او بتزعل اللعيبه؟ انا لسه بقول لك اهو، انا لما بقيم لعيبه ما بقيموش على مباراه او مباراتين، بكمله بقيمه على، انا من وجهه نظري انا كايوب على مشوار، انا مقيم. انا فاهم، بس زعلتكم التصريحات دي؟ انت هو ده، انت عارف ان هي قناه واحده وهي اللي بتحلل الدوري. لا يعني لو هي قناعات وائل شخصيه هي دي بتاعته، دي يعني لو هي قناعاته الشخصيه فدي بتاعته هو. ولكن احنا كناس مسؤوله لينا تقييم من وجهه نظر مختلفه، ممكن تكون مختلفه. تمام. انا ما ينفعش اقيم لعيب عندي من عشان ضيع فرصه او في مباراه او اتنين، انا عندي مشوار، شوف بدليل ان جونيور اجاييه ده هو اللي عمل، كان من ضمن الانتصار المهم القطن الكاميروني، هو ومؤمن زكريا خارج في القطن. ما انا بقول لك يمكن احنا اللي عندنا احسابات، وكان هدف كمان اعتقد في الوداد الاولاني، ولكن خلينا اقول وائل نجم كبير ولاعب كبير، وليه قيمه سواء في النادي الاهلي او منتخب مصر، واذا كانت هي اراء شخصيه فاحنا بنحترمها، وهي اراء ليه هو، يعني مش تمام. اشكرك كابتن احمد ايوب المدرب العام للنادي الاهلي كان معانا. هنطلع فاصل وهنرجع، يكون معانا تليفون مهم جدا يا لهوي، ربنا يستر، ربنا يستر. يلا بينا.